هيد يا فايز. انت اسال فايز انت ما احكي لي من البدايه شنو كيف صار لك وين انت لقيت الرصاصه؟ احنا طالعين من قرية نسور الجو، ماشيين اللي طاقين في منطقة الصورة. احنا ماشيين في الطريق هم مولين شو اسمه الكتيبة، مولين احنا معنا سلاح. ناس غزل يعني ما كلام هذا جو فتحوا علينا النار، السيارة كسكسات تكسكيس، يعني السيارة ما فيهاش مكان الا مضروب. معي بيز معي كراع انصابت حتى اطلقت. يعني بنوجه كلمة للقائد القذافي المدمر الطاغية المفتش، نقول انت الحقبة النفسية اللي تمارس فيها من 42 سنة انا منها جبت نمر اللي نعرف ما تفكك من الدوشة الزايدة. اسمع نقول لك حاجة بس، نموت واحدة ولا انا ما دام عايش ولا الرصاصة انا قبل الحوش مش ندوره، لكن الرصاصة دي ما دام جت فيا حنفجر. لا اللي جيت بتفجرها نفجرها معك، يعني نمسحك اول القضية. باهي من اللي ضربك بالضبط؟ افارقه الدبابه ضاربين الجزيره مفجرين محلات مفجرين الدنيا كلها، دمار مخلينا الواحد. ويقول لك انا ما ندمرش، هذا واحد كذاب يا رجل، كذاب على مستوى هذا مسينا بالكذاب عارف هو فاتن كذب غادي فما ثاني حاجه دمر محل. يقول لك انا هم مخربين صح ولا؟ كيف يقول لك ان هم مخربين وهو طلع بالدبابات يطيح في الحياش؟ قول لي كيف؟ طيح في الناس هيك كلامه ويدير فيه كيف عقله ولا هبل؟ لا هو محبوس اصلا يتاكد بالله كلام. كتبت العلماء انه هو مصاب بجنون لا العظمه. لا مش جنون عظمه، هو عارف صاير له يعني يقول لك كيف انا حكمت 42 سنه. هو شن قال؟ في واحد صاحبه زمان كنت نخدم في زله، شن قال الشعب الليبي خواف، انا المفروض نحكمهم من 12 سنه. صاحبي نزل له شو قلت له الشعب الليبي حيجي يوم وحيرد عليه. جاك اليوم قول له جاك اليوم يا ابو شفشوف. ايوه.